رب اروح الى الفريق. احلى شعب في العالم. احلى شعب. الاوفياء اليمني وفي بطبعه يا اخي، يعني بصدق. كنتوا معانا من 2019 واليوم الحمد لله. طبعا هي مباراه وديه بالاخير. ايوه اكيد. الفوز يعني ما يعنيش لنا الكثير، لانه في الاخير هذه مباراه وديه مع مستويات. بقد ما نثبت تشكيله، بقد ما نشوف نظام اللعب الى فين وصل اللاعبين في تطبيق نظام اللعب والامور هذه. لكن في الاخير المباراه الوديه ما هيش مقياس. صحيح. بامكان تفوز بالمباراه الوديه ويكسبك بالرسميه والعكس صحيح. صحيح. فنتمنى نسال الله التوفيق ان شاء الله في القادم يا رب. فالكم التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن هيثم، رسالتك للجمهور، جمهورك اللي منتظرك، اللي يحبوكم. الحمد لله دائما طمنا الفريق. مثل ما قلنا لكم كانت مباراة اوزبكستان هي التشخيص، واشتغلنا الفترة هذه على السلبيات اللي هو مش مقياس مثل ما قال الكابتن، بس حقيقة الشباب كانوا يعني أدوا اللي مطلوب منهم. حقيقة ما زال هناك بعض المشاكل. الجو عمل الجو كمان كان شوي متعب، لكن الحمد لله الشباب أدوا المطلوب منهم زيادة. ما شاء الله. بعض المشاكل معانا ما زال الوقت، الحمد لله المشاكل بدأت تقل قليل قليل. إن شاء الله ما نوصل البطولة لو قد حلينا كل مشاكل الفريق. بإذن الله. بإذن الله، وفالكم التوفيق يا رب.